السلام عليكم. النهارده هنحل الأسئلة المقالية من كتاب الوافي على الفصل الثاني الكميات القياسية والكميات المتجهة. عندي أول سؤال بيقول لي إن أنا عندي عداء اتحرك إزاحة قدرها 50 متر غربا ثم اتحرك في عكس اتجاه إزاحة مقدارها 30 متر. احسب المسافة. طبعا المسافة هو مش قد إيه، بنمسك الجسم ونمشي معاه 50 و30 يبقى 80. خلاص بيقول لي عايز الإزاحة. الإزاحة هنحلها إزاي؟ عن طريق الآتي، عن طريق الرسم. هو مشى أول حاجة زي ما اتفقنا، هنا شرق وهنا غرب. هو مشى في البداية قد إيه؟ 50 ناحية الغرب، تمام. وبعدين راح عكس الاتجاه مقدار ال30. مقدار ال30 يعني واقف هنا، تمام كده. كام؟ 30. يبقى الإزاحة هي المسافة ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. نقطة النهاية فين؟ هنا كده. نقطة النهاية المفروض إن دي بما يوازيها، تمام. يبقى هنا المقدار ده كام؟ 20 متر. فين؟ غربا، لأن ال20 ده جزء من ال50 اللي كان ناحية الغرب. نمرة 2، مستطيل ABCD طوله 80 سنتي عرضه 60. عايز المسافة لكل من تحرك الجسم من A إلى B. فين A إلى B؟ طبعا هو متحرك فين؟ ناحية الشرق، تمام. الإزاحة اتفقنا إن هي لازم الاتجاه، يبقى 80 هي سواء كانت الإزاحة أو المسافة. الفرق ما بينهم هو عبارة عن الاتجاه اللي هو اتجاه الإزاحة الشرقي. يقول لي تحرك من A إلى C. هنيجي نكتب كده أدا A، أنا مشيت مع A أهو، راحة ل B، راحة ل C. 80 و60 140. ولكن بقى هنا المفروض عايز الإزاحة. نقطة البداية فين؟ نقطة البداية اهي، ونقطة النهاية اهي، هي المسافة ما بينهم أو الخط المستقيم الواصل ما بينهم. هنا 80 وهنا 60، وده مثلث قائم من نظرية فيثاغورس. هيبقى الجذر التربيعي ل 80 تربيع زائد 60 تربيع هيطلع لي 100 سنتي، تمام. خلاص كده. بعد كده عايز يجيب الاتجاه. طب الاتجاه هنجيبه ازاي؟ الاتجاه عن طريق هنا قلنا الشرق، الغرب، الجنوب. طيب السهم جاي ما بين الشرق والجنوب، يبقى على طول جنوب شرقي. بعد كده نمرة 3 بيقولي من A إلى D. من A راح اتحرك لدي AB وبعدين BC وبعدين CD. 80 و80 160 وكمان 60 يبقى 220 سنتيمتر. ولكن بقى الإزاحة هنا هي الخط الواصل ما بين نقطة البداية لنقطة النهاية، يبقى كام؟ بما يعادل ال60، وده اتجاه من نقطة البداية للنهاية فين؟ لأسفل، يبقى جنوب على طول. نمرة 4، تحرك الجسم من A وعاد إلى A، يبقى الإزاحة على طول صفر، ولكن المسافة هنا تكون A أكبر ما يمكن، يبقى 80 و80 160 زائد 60 و60 120، 160 و120 280 سنتيمتر. نمرة 3، تحرك جسم من نقطة A فقطع مسافة قدرها 12 متر حتى وصل إلى النقطة B، تمام. ثم تحرك في اتجاه عمودي على مساره الأول مسافة قدرها 5 متر حتى وصل إلى النقطة C. عايز إجمالي المسافة وإجمالي الإزاحة. قبل ما نحل بنعمل إيه؟ بنرسم. هنرسم إزاي؟ هو أول حاجة قطع مسافة 12، هنقطع مسافة 12 أهو، ده كده ال 12. بعد كده هنا النقطة إيه؟ النقطة B، وهنا النقطة إيه؟ النقطة E. اتحرك في اتجاه عمودي على المسار كده، ماشي كده، ده اسمه اتجاه المسار، تمام. هو واقف هنا اتجاه عمودي على المسار يعني طلع لفوق، يبقى هنا كام؟ عبارة عن 5. عايز هنا النقطة دي سميها لي C، تمام ماشي. عايز ايه بعد كده؟ بيقول لي عايز اجمالي المسافه. اجمالي المسافه ومش 12 و5 يبقى كام؟ 17. طب الازاحه، الخط الواصل ما بين نقطه البدايه للنهايه، ادي نقطه البدايه رايح لنقطه النهايه، يبقى هنا عباره عن ايه؟ نظريه فيثاغورس، هتطلع لي ب 13. طيب في الحاله دي انا ما كتبتش اتجاه ليه؟ لان هو اساسا من البدايه ما قاليش هو رايح فين، او جه شرق ولا غرب ولا بادئ من اي اتجاه، تمام. يبقى في الحاله دي هكتفي بالمقدار فقط ان انا عرفت الازاحه. نمره 4، مربع ABCD طوله 10 متر، تحرك من A الى B ثم الى C ثم الى D. اوجد المسافه المقطوعه والازاحه الحادثه. اول حاجه انا عندي اتحرك من A الى النقطه B، وبعدين من B إلى النقطة C، وبعدين من C إلى النقطة D، تمام. عايز المسافة المقطوعة. هنا قلنا ده مربع 10 و10 و10 30، وواقف لحد كده. طب الإزاحة أو الخط الواصل بين نقطة البداية والنهاية يبقى إيه؟ 10 متر. بعد كده السؤال نمرة 5، تحركت سيارة مسافة 500 متر من نقطة أ إلى ب ثم إلى ج مسافة 100 متر في الاتجاه المضاد. عايز المسافة المقطوعة 500 وإيه و100 يبقى 600، مش قد إيه. بعد كده هو المفروض مشى 500 وبعدين رجع 100 في الاتجاه المعاكس، يبقى بقى لي هنا كام؟ 400 متر، تمام. نمرة 6، يتحرك جسم على محيط دائرة نص قطرها 7 سنتيمتر. احسب الإزاحة والمسافة عندما يتحرك ربع دورة. أول حاجة اتفقنا إن هو بادئ من هنا، عايز لما يتحرك ربع دورة يعني من هنا هيتحرك لحد هنا
عايز ايه؟ عايز طول القوس. اتفقنا ان احنا كنا بنجيبها ازاي؟ بنجيبها عن طريق انا حددت نقطة البداية ونقطة النهاية. طيب القوس ده يعتبر ايه؟ يعتبر بالوتر، يبقى مربع ده مع مربع ده. انا عارفة ان ده 7 لان ده نص قطر، وده 7 لان ده نص قطر، يبقى جذر التربيع ال7 تربيع زائد 7 تربيع هيديني 7 جذر 2. ده كده بالنسبة للإزاحة. طيب بالنسبة بقى للمسافة، المسافة قلنا ان دي يعتبر ربع، واحنا عارفين ده الربع بتاع المحيط. المحيط عبارة عن 2 ط نق 2 باي ار اللي هي ربع الاتنين بكام؟ الاتنين باي في 7. تمام، ده كده يعتبر نص باي في 7. الكلام ده لو جينا نعمله على الآلة الحاسبة يطلع لي فيما يعادل 11 سنتي. تمام كده، خلاص مفيش أي مشاكل. بعد كده عايز نص الدورة. نص دورة يبقى من هنا لحد هنا. طبعا خلاص يبقى الإزاحة كام؟ 14 سنتي. والمسافة يعني كأن تحرك نص محيط يبقى 22 سنتي. طيب 3/4 الدورة، زي ما اتفقنا ان 3/4 الدورة مقدار 3/4 الدورة وربع الدورة في الإزاحة واحد، ولكن اللي بيفرق عندي الاتجاه. ده بالنسبة للمقدار. طب المقدار هيبقى 7 جذر 2. طبعا احنا المفروض هنا هنكتب الاتجاه لان خلاص الدايره معروفه ومعروف اتجاهات الدايره. تمام. طيب بالنسبه بقى للمحيط طبعا هيبقى 3/4 في المحيط اللي هو 2 في باي في 7. الكلام ده يطلع لنا ب 33. طبعا الازاحه في الدوره الكامله بالصفر، والمحيط هيطلع لنا ب 44. نمره 7، مربع كره قدم على هيئه مستطيل طوله ضعف عرضه، قام احد اللاعبين بعمل دورتين ونص فقطع مسافه قدرها. تمام، ده ايه؟ قدر المسافه. احسب الازاحه المقطوعه. نحل مساله زي دي ازاي؟ اول حاجه نبقى نرسم هذا المستطيل. قال لي ان الطول ضعف العرض يبقى 2 اكس، وده هيبقى اكس، ده كايه؟ كفرضيه. طيب هو قال لي ان هو مشى دورتين ونص. هنحلها ازاي؟ الدورتين هنشوف كده الدوره الواحده. انا كده مشيت من هنا 2 اكس، كده 3 اكس، كده 5 اكس، كده 6 اكس. تمام كده، يبقى 6 اكس في الدوره ايه؟ الواحده. يبقى دلوقتي 2 ونص في 6 اكس، الكلام ده هيطلع لي 15 اكس. المسافة دي كلها كانت عبارة عن 300، يبقى اذا الاكس عبارة عن 20 متر. خلاص انا كده جبت قيمة المجهول اللي هو اكس. خلاص تمام. هو عايز الازاحة المقطوعة. الازاحة المقطوعة من ايه بقى؟ بيقول لي خلال الدورتين ونص. خلال الدورتين ونص يعني انا كده هو لف ورجع لمكانه ولف ورجع لمكانه، كده الازاحه صفر. انا عايزه ان هو ماشي نص دوره هنا كده، ده ماشي من هنا لهنا وبعدين ايه؟ هنا. يعني المفروض ده كام؟ ده كده 40 وهنا كده 20 من القيم اللي انا ايه؟ جبتها. هنعمل بقى نظريه ايه؟ فيثاغورس. جذر 40 تربيع زائد 20 تربيع، المقدار ده بيطلع لي ب 44 و72. لو عملنا ضغطنا على الزر اللي هو اس يتحول الى دي، الكلام ده بيطلع لي 20 جذر 5. تمام، عشان ما تتلبخوش في الحل. نمرة 8، سقطت كرة من قمة منزل ارتفاعه 30 متر فاصطدمت بالأرض ثم صعدت إلى ارتفاع 10 متر ثم سقطت مرة أخرى واستقرت على سطح الأرض. أوجد المسافة المقطوعة الحادثة والإزاحة الحادثة. دلوقتي أدا المنزل. خلاص، عندي هنا الكرة سقطت من ارتفاع كام؟ 30. بيقول لي اصطدمت بالأرض فصعدت لارتفاع كام؟ 10. تمام، يعني رجعت تاني. تمام، وبعد كده سقطت مرة أخرى واستقرت على السطح، وبعدين سقطت لأسفل، وبعدين إيه؟ وقعت هنا. بيقول لي عايز المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة. هو دلوقتي إيه؟ هي مشت كام هنا كده؟ نزلت مرة 30 وبعدين طلعت 10 وبعدين نزلت 10، يبقى كده 50 متر. انا بمسك الجسم وبمشي معاه. هو عايز دلوقتي عايز ايه؟ عايز الازاحه الحادثه، عايز المسافه ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. دلوقتي الكره نزلت مره وبعد كده قال لي جت هنا وقامت طلعت كام؟ طلعت 10. تمام، بعد كده قامت نازله للمره التانية لحد ما استقرت هنا. المفروض ان نقطه البدايه فين؟ نقطه البدايه اهي ونقطه النهايه اهي. انا عارفه ان المسافه دي عباره عن ايه؟ 30 متر. خلاص يبقى دي الازاحه وتكون ايه؟ لاسفل ناحيه الجنوب. نمره 9، يتحرك جسم في مسار دائري نص قطره في 7. عايز المسافه المقطوعه عندما يكمل دورتين والازاحه عندما يكمل دوره واحده. طبعا الازاحه طالما عندي دوره واحده راح ورجع مكانه يبقى خلاص الازاحه ايه؟ صفر. ولكن عايز المسافه المقطوعه عندما يكمل ايه؟ دورتين. دورتين يعني انا هاخد المحيط 2 باي ار، ده كده المحيط، وبعدين هضربه في 2. الكلام ده بكام؟ ب 44 في 2 بكام؟ ب 88 متر. خلاص كده تمام. نمرة 10، تحرك جسم على محيط دائرة مركزها M كما بالشكل من النقطة A إلى النقطة C مرورا بالنقطة B.
تمام. أوجد النسبة بين مقدار المسافة التي قطعها إلى مقدار الإزاحة التي تتحرك. مقدار المسافة اللي قطعها عبارة عن باي ار، إنما مقدار الإزاحة هنا قطع إيه 2 ار اللي هو إيه المحيط، المسافة بين نقطة البداية والنهاية. هو عايز إيه؟ عايز المسافة الأول باي ار على 2 ار، ده مع ده يبقى بقالي باي على 2. تمام. نمرة 11. الشكل المقابل يوضح حركة الجسم على مسار ABCD، حيث المسار من B إلى D يمثل جزء من الدائرة مركزها النقطة E. احسب كل من المسافة والإزاحة. طيب دلوقتي هو عايز المسافة. المسافة قلنا بنمسك الجسم ونمشي معاه. تمام. هو هنا معلوم 7 وهنا معلوم 2، يبقى 7 زائد 2 خلاص المقدار ده بكام؟ ب9. أنا عايزة هنا كام؟ عايزة هنا المسافة. المسافة دي يعتبر ربع محيط الدائرة، 2 باي مضروبة في 7، الكلام ده بيطلع لي ب11. تمام. يبقى 11 و9 كام؟ 20، يبقى دي إجابة صحيحة. عايز الإزاحة المقطوعة. الإزاحة المقطوعة احنا اتفقنا من نقطة البداية نقطة النهاية. نقطة البداية فين؟ أهي. نقطة النهاية فين؟ أهي. طيب أنا مش عارفة دي، لا بس عارفة من A إلى B عبارة عن 7. أي نقطة وقع على الدائرة، تمام، والخط الواصل ما بينها واصل لمركز الدائرة، يبقى ده يعتبر نص قطر على طول. طيب ده 7 وأنا عارفة إن هنا 2، يبقى الباقي هنا كام؟ 5 سنتيمتر، وطبعا الإزاحة هتكون إيه؟ لأسفل. شكل مقابل يتحرك الجسم من نقطة E إلى نقطة E. فين النقطة E؟ أهي، رايح للنقطة E. خلاص كده احسب كل من المسافة والإزاحة التي قطعها الجسم. هنا كام؟ هنا كده 8 وبعدين مشى كام؟ 3/4 دايرة وبعدين رجع 8 زائد 8 الكلام ده بكام؟ ب16 سنتيمتر. طيب هنا 3/4 في محيط الدايرة، هنا ايه 3/4 اهو، اللي هو 2 في 3 و14 مضروبة في 7، لسه مطلعينها 33. 33 و16 يبقى 49. خلاص كده مفيش أي مشاكل. بعد كده عايز الإزاحة المقطوعة. عشان أجيب الإزاحة المقطوعة لازم أبقى عارفة نقطة البداية ونقطة النهاية والخط الواصل ايه ما بينهم. طيب نقطة البداية اهي، هناخد خط مستقيم ونروح لنقطة النهاية. خلاص كده ده كام؟ ده 8 و7 يبقى كام؟ 15. خلاص كده و8 و7 برضو 15. طب ليه أنا قلت ده 7؟ زي ما اتفقنا ولسه قايلينها إن إيه ده يعتبر نص قطر. 15 و15 وعايزة أجيب الوتر ما بينهم، الجذر التربيعي ل15 تربيع زائد 15 تربيع، الكلام ده هيطلع لي ب21 و21%. 21 لو كتبنا اس تتحول إلى دي هيطلع لنا المقدار ده. تمام كده. نمرة 13. إذا كانت طول عقرب الدقائق لساعة أحد الميادين 2 متر، أوجد الإزاحة والمسافة الحادثة في 30 دقيقة. هو كده قال لي إيه؟ إن هي عقرب دقائق. تمام. يبقى خلاص مفيش أي مشاكل، كأني بتحرك على دايرة. عايز بيقول لي عقرب الدقائق طول العقرب 2 متر، يعني ده يعتبر إيه؟ نص القطر. نص القطر هنا 2 متر. طيب عايز الإزاحة والمسافة لما أمشي 30 دقيقة، يعني كأن أنا مشيت إيه؟ نص المسافة أو نص دايرة. طيب الإزاحة هنا هتبقى 4 على طول. ليه؟ لأن نكتب الإزاحة في الأول لازم نرتب الإجابات على حسب إيه المطلوب في البداية إيه. تمام. طيب بعد كده عايز المسافة. المسافة هنا مش قد إيه، يبقى عبارة عن نص في 2 باي في 2. تمام. ده هتروح مع ده يبقى 3 و14 في 2، الكلام ده هيطلع لي ب6 28. يبقى دي كده المسافة. نمرة 14 بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي في الشكل الذي أمامك احسب المسافة والإزاحة، علما بأن المسار من B إلى C يمثل نص دايرة مركزها يعتبر النقطة E. أولا هو عايز إيه؟ عايز المسافة. المسافة هاخد الجسم وامشي معاه. مشيت 7 وبعدين مشيت نص دايرة وبعدين 14. 7 زائد 14 الكلام ده ب21. خلاص كده تمام. هو هنا مشي إيه؟ مشى يعتبر نص دايرة. نص دايرة يبقى نص في 2 باي مضروبة في 7، الكلام ده طالع لي بكام؟ 22. و21 هيطلع لي 43 سنتيمتر. طيب هو عايز يعتبر ايه؟ عايز بعد كده الإزاحة. الإزاحة هي المسافة الواصلة ما بين نقطة البداية إلى نقطة النهاية هتبقى قد ايه؟ احنا عارفين ان ده 14 وده يعتبر كام؟ 7. 14 و7 كام؟ 21. يبقى خلاص الإزاحة 21. طيب نيجي بقى للجزئية بتاعة ضرب وتحليل المتجهات. أول حاجة كده هنحل ماذا يحدث في الحالات الآتية. لو أنا عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه على جسم ما، مؤثرين على جسم ما، ولهما خط عمل واحد، هيبقى ازاي الكلام ده؟ دلوقتي ده كده القوة وده القوة التانية، وده مقدارها ايه مثلا والتانية مقدارها سالب ايه. تمام. فايه اللي هيحصل؟ بيقول لي زي ما اتفقنا ده كده ايه المتجه، لهما خط عمل واحد، يعني الاتنين على استقامة ايه واحدة. ايه اللي هيحصل؟ بتتلاشى القوتين كأنهم مش موجودين خالص. تمام. بعد كده بيقول لي لو انا قصرنا قوة مختلفة في المقدار والاتجاه على جسم ساكن، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي
ان هنا الجسم هيتحرك في اتجاه معين، واللي بيحدد الاتجاه دي ايه؟ محصلة القوة او القوة المحصلة. تمام؟ ده في حالة ايه؟ اختلاف القوة في المقدار والاتجاه. ولكن في حالة ان المحصلة طلعت بصفر يظل الجسم ايه؟ ساكن. يبقى ناخد بالنا ان السؤال ده ليه حلين: في حالة ان محصلة القوة لا تساوي الصفر، ومحصلة القوة تساوي صفر. في حالة أن محصلة القوة لا تساوي صفر يتعين من ذلك أن الجسم يتحرك في اتجاه معين، اللي بيحدد لي الاتجاه على حسب محصلة القوة نظامها ايه. طيب لو المحصلة طلعت في الآخر صفر يظل الجسم ساكن كما هو. نيجي بقى للمسائل. أول مسألة بيقول لي عايز محصلة قوتين. زي ما اتفقنا في الشرح، محصلة قوتين يبقى لازم نجيب مقدار القوة والزاوية ما بين القوتين. تمام كده؟ تمام. بيقول لي احنا لازم نبقى عارفين ان اف اكس كام؟ 4. خلاص ده كده اف اكس ب4 نيوتن. تمام. والاف واي ب3 نيوتن، هنا ب3 نيوتن. واحنا عارفين عشان نجيب القوة المحصلة قلنا الجذر التربيعي ل 4 تربيع و3 تربيع، الكلام ده هيطلع لي ب5 نيوتن. تمام كده؟ تمام. بعد كده هجيب تان سيتا علشان اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب قيمة السيتا. المقابل هنا كام بقى؟ المقابل هنا هيبقى 3 على 4، وبعد كده هعمل شيفت تان 3 على 4 هيطلع لي المقدار ايه؟ اللي هو 36.87 درجة. نمرة 2، لو كانت محصلة قوتين متعامدتين هي اف بتساوي 30 درجة، وكانت اف واي عبارة عن 20. عايز قيمة اف اكس والزاوية اللي بتصنعها. تمام. دلوقتي احنا بنحللها. عندنا القوة المحصلة اللي هي 30 نيوتن، عاوزين نحولها لاف اكس وعاوزين نحولها لاف ايه؟ اف واي. تمام. هو جاب لنا الاف واي اللي مقدارها 20. طيب وانا عارفة ان اف واي عبارة عن مقدار الاف ساين ايه؟ ساين الزاوية. يبقى دلوقتي 30 ساين سيتا بتساوي لي كام؟ 20. يبقى اذا ساين سيتا بتساوي 30 على 20. يبقى انا اقدر من هنا اجيب السيتا عبارة عن المقدار ده يطلع لي ب41.81 درجة. تمام. انا عايزة ايه؟ عايز قيمة الاف اكس، عايز القيمة على المحور اكس. يبقى اف اكس احنا عارفين ان هي قيمة الاف كوزين سيتا اللي انا طلعتها. قيمة الاف كام؟ 30. كوزين الزاوية اللي انا جبتها يطلع لي المقدار ده 22.36. نمرة 3، سفينة تمر في اتجاه الشمال بسرعة 12 كيلومتر على الساعة. ماشية كده في اتجاه الشمال، ولكنها انحرفت نحو الغرب. مشت كده نحو الغرب بتأثير المد والجزر. هنا كان 15 وهنا عبارة عن 12. عايز مقدار واتجاه السرعة المحصلة. زي ما اتفقنا انه خلاص مفيش فرق سواء سرعة او ازاحة او قوة وهكذا، المهم المعطى. طالما هو عايز ايه؟ عايز المحصلة. المحصلة هنا هيبقى جذر التربيعي ل 12 تربيع زائد 15 تربيع، الكلام ده يطلع لي ب 19.2 كيلومتر على الساعة. بعد كده احنا اتفقنا ان الكلام ده هيبقى فين؟ في هنا قلنا شمال وهنا قلنا غرب، يبقى الشمال ايه؟ الغرب. ده كده الاتجاه. وطالما قلنا محصلة لازم هنجيب السيتا. طب السيتا عبارة عن ايه؟ على تان. المفروض ان الزاوية هنا كده. تمام. تمام. المقابل هنا هيكون كام؟ المقابل هنا هيكون 12 على المجاور اللي هو 15. 12 على 15 وبعد كده نعمل شيفت تان هيطلع لنا 38.66 درجة. نمرة 4، شخص يجر حقيبة بقوة 50 نيوتن بواسطة حبل بيصنع زاوية 30 مع الأفقي. عايز قيمة القوة في اتجاه اكس وواي. تمام. يبقى هنا على طول اف كوزين 30 وهنا اف ساين ايه؟ ساين 30. اف كوزين 30 بكام؟ ب50 كوزين 30 اللي هي ب43.3. والمركبة الرئيسية اللي هي بتاعت واي اللي هي اف ساين 30 هيبقى 50 ساين 30 بكام؟ ب25 نيوتن. خلاص كده مفيش مشاكل. نمرة 5 بقى، والسؤال ده كويس جدا، بيقول لي عايز مساحة الدايرة. طيب مساحة الدايرة أنا عارفة إن مساحة الدايرة عبارة عن باي ار تربيع. تمام كده؟ خلاص. طيب أنا دلوقتي جايب لي نقطتين على حدود الدايرة، ومن خلال القوتين دي أو المقدارين اللي عندي دولت عايز المساحة. طب هجيبها ازاي؟ أنا عارفة إن القوة دي بتحصر عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوتين اللي هي الاف كوزين سيتا وهنا الاف ساين سيتا. طيب الاف ساين سيتا مش هشتغل عليها ليه؟ لان انا عايزة الحدود دي. لما اعرف القيمة دي واعرف كمان القيمة اللي تحت دي هقدر من خلالها هعمل ايه؟ الفرق. دلوقتي انا عايزة القيمة دي. تمام. وانا عارفة ان من مقدار من هنا لهنا كام؟ 10. وعندي معطى تاني قال لي ان مقدار من هنا لهنا كام؟ 15. يبقى بالتالي المقدار ده هيبقى قد ايه؟ الحته دي لما نضيفها على الحته دي هنلاقيها بتساوي كام؟ 15. يبقى الحته دي عباره عن كام؟ عن 5. هي نفس الفكره بالنسبه لايه؟ للمساله دي. طب هعملها ازاي؟ عن طريق ان انا عارفه من قاعده تحليل القوى ان انا هقدر اجيب عن طريق ايه؟ الكوزين. ازاي؟ المقدار ده عباره عن بيحصر زاويه عباره عن كام؟ هنا 30 وهنا 30 وانا عارفه ان المفروض هنا كام؟ 90. يبقى هنا 30.
يبقى القوة 60 دي بتحصل لي زاوية عبارة عن كام؟ 30، واحنا شغلنا على الكوزين. يبقى أول حاجة بالنسبة لإيه عبارة عن 60 اي اكس، تمام، عبارة عن 60 كوزين كام؟ 30. وعارفة إن الاي واي عبارة عن كام بقى؟ الاي واي هنا كام؟ الاي واي عبارة عن الزاوية اللي هي ال 80 دي، القوة 80 وبتحصل لي 30، يبقى 80 كوزين كام؟ 30. ودي كام؟ دي 60. خلاص كده تمام. طيب الكبير يا ترى هو الكبير طبعا الاي واي. ليه؟ لان هو اساسا قاطع جزء كبير اهو، اخر واحد اهو بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمحور اكس. يبقى اي واي ناقص الاي اكس هيطلع لي قد ايه؟ الكلام ده هيطلع لي ب 39.3، 39.3 سنتيمتر. طب هو هنا كده حصل لي ايه؟ حصل لي الاتنين ار، من خلالها اقدر اجيب النق عن طريق القسمه. طيب لما اقسم عشان اجيب الار هقسم على 2، هيبقى 19.65 سنتيمتر، وعن طريقها اقدر اعوض فوق في القانون بتاع المساحه 3.14 مضروبة في 19.65 الكل تربيع. الكلام ده هيطلع لي ب1213 سنتيمتر ايه؟ مربع. ناخد بالنا من الوحدة، شغلنا تشاغل الترم ده على الوحدة والقياسات، فالحاجات دي بنتحاسب عليها. نيجي بقى نمرة 6. شخص تحرك مسافة 10 متر بزاوية 30 من الشمال للشرق. فين الشمال؟ اهو. فين الشرق؟ اهو. انا عندي هنا كان شخص واتحرك بزاوية كام؟ 30، يعني ميل بزاوية 30 واتحرك في الايه؟ في الحتة دي. خلاص كده اتحرك بمقدار قد ايه؟ 10 متر. قيمة التحرك ده 10 متر. بيقول لي عايز الإزاحة اللي يجب إتحرك الشخص شمالا ثم شرقا عشان يصل إلى وجهته. أولا الشمال فين؟ أهو. طيب والشرق المفروض إن هو ده، وبما يعادله هيكون إيه؟ فوق. احنا اتفقنا في الشرح إن الضلع اللي الزاوية ساند عليه على طول إيه؟ كوزين الزاوية، يبقى كوزين 30. طيب أنا دلوقتي في الشمال، يبقى بالنسبة الإف للواي، تمام، لأن ده يعتبر إيه؟ واي، عبارة عن 10 كوزين كام؟ 10 كوزين 30، المقدار ده بما يعادل 5 جذر 3. طيب بالنسبة لإف إكس اللي هو بالنسبة لإيه؟ للشرق، عبارة عن 10 ساين 30، المقدار ده بما يعادل 5 متر. تمام. نمرة بقى 7 بيقول لي ايه؟ لو كانت القيمة العددية للمتجهين الاي والبي هي 4 يونت والبي 6 يونت، والزاوية بينهم ما بينهم عبارة عن 60 درجة، عايز الضرب القياسي وعايز الضرب الاتجاهي. زي ما اتفقنا الضرب القياسي هي عبارة عن قيمة الاي مضروبة في قيمة البي في كوزين الزاوية ما بينهم. يبقى دلوقتي 4 في 6 كوزين 60، المقدار ده ب 12، مفيش اي مشاكل. طيب بالنسبة للاي كروس البي هيبقى ايه بقى؟ قلنا عبارة عن 4 في 6 في ساين الزاوية ما بينهم اللي هي ساين 60 في ان الاتجاه وما ننساهاش. طيب دلوقتي انا مش عارفة الاتجاه فين، بعوض عنها بان متجه. ان المتجه دي بتدل ان القيمة اللي عندي دي قيمة اتجاه او متجه جديد، بس مش شرط بقى هو يمين ولا شمال. نمرة 8. قوتين متعامدتين اف اكس واف واي، فاذا كانت الزاويه التي تصنع محصله القوتين مع المحور هي 60 درجه وقيمه المحصله هي 20 نيوتن، عاوز قيمه القوتين وعايز حاصل الضرب القياسي للمتجهين. اولا انا عندي القوه هنا كده، تمام، القوه دي بتعمل زاويه 60 لحد كده، تمام، وقال ان القوه دي مقدارها قد ايه؟ القوه دي مقدارها 20 نيوتن. خلاص كده يبقى دي اف اكس عباره عن 20 كوزين 60 واللي بعدها 20 ساين 60، ده عبارة عن 10 نيوتن وده عبارة عن 10 جذر 3 نيوتن. خلاص. عايز قيمة الضرب القياسي. قيمة الضرب القياسي نلاحظ هنا ان الزاوية ما بين القوتين كام؟ 90، يبقى زيرو على طول. نمرة 9. قوتين 10 نيوتن و80 نيوتن في اتجاهين متضادين، عايز حاصل الضرب القياسي. اتجاهين متضادين يعني ايه؟ يعني واحد رايح كده واحد رايح كده، يعني الزاوية ما بينهم كام؟ 180 درجة. تمام. الضرب القياسي يبقى 100 في 80 كوزين الزاوية كوزين 180، كوزين 180 يبقى -1، المقدار ده بسالب ايه؟ 8000. حاصل الضرب الاتجاهي يبقى 100 في 80 ساين 180 بكام؟ بصفر. اي حاجة بصفر بصفر. تمام. نمرة 10. اوجد الزاوية بين المتجهين حيث قيمة المتجه A عبارة عن 16 وB هو 10، حصل الضرب القياسي لهما هو 80. أنا عندي دلوقتي عملية إيه؟ عملية تعويض بالنسبة للعملية العكسية للضرب القياسي. طب هنعملها إزاي؟ أنا عارفة إن ال A دوت ال B عبارة عن AB كوزين سيتا. طيب أنا عارفة إن ال AB كوزين سيتا بكام؟ ب80. ال80 زي ما هي أهي،
هنحط قيمة ال A اللي هي 16 وقيمة ال B اللي هي 10 كوزين سيتا. يبقى كوزين سيتا دي عشان اجيبها، يبقى كوزين سيتا عبارة عن 160 على 80. الكلام ده بكام؟ بنص. يبقى شفت كوزين نص هيطلع لي بكام؟ ب60. نمرة 11 قوتين F1 و F2. القيمة العددية للمتجه F1 9، ولو كان حاصل الضرب الاتجاهي لهما هو عبارة عن 116 1.91 في إن المتجه، والزاوية بين المتجهين هي عبارة عن 60. عايز القيمة العددية للمتجه F2 ثم أوجد حاصل الضرب القياسي. دلوقتي أنا عارفة إن ال 116 91 إن المتجه دي عبارة عن F1 في F2 في ساين سيتا في قيمة المتجه ان ايه كمتجه. دي هتروح مع دي. طيب الاف واحد قال ان هي كام؟ عبارة عن 90 اف واحد ساين 60 بتساوي 116 و91. طيب انا عايزة اف واحد، يبقى ناخد القيمة دي على القيمة اللي فوق دي. يبقى اف واحد هتساوي لي قد ايه؟ تساوي لي 15 نيوتن. خلاص كده تمام. عايز الضرب القياسي. انا عارفة ان واحدة 15 والتانية 9، يبقى 15 في 9 في كوزين الزاوية ما بينهم اللي هي 60. الكلام ده هيطلع لي ب 67.5 نيوتن. خلاص كده. نمرة 12 متجهين A و B متساويين عدديا، الزاوية ما بينهم 60. حاصل الضرب القياسي لهما 8. عايز كلا من A و B العددية هتكون قد ايه؟ أولا أنا عارفة إن ال A مضروبة في ال B عبارة عن قيمة ال A دوت ال B كوزين الزاوية ما بينهم كوزين 60. تمام. خلاص. هو قال لي ان ال A بتساوي ال B، يعني ال A تربيع كوزين 60. الكلام ده بكام؟ ب8. طيب الكوزين 60 بكام؟ كوزين 60 بنص. نص في 8 اللي هو عبارة عن 2 في 8 يعني 16. يبقى A تربيع عبارة عن 16. يبقى إذا ال A بتساوي كام؟ بتساوي 4. نمرة 13 أوجد حاصل الضرب القياسي والاتجاه للمتجهين، حيث عندي ال B ب60 وال A ب120. فين المتجهين؟ واحد كده واحد كده. يبقى الزاوية ما بينهم كام؟ الزاوية ما بينهم 180. طيب يبقى 120 مضروبة في 60 كوزين الزاوية اللي ما بينهم 180. كوزين دي يبقى بتسالب، يبقى سالب 7200. طيب بالنسبة للساين 180 بصفر، يبقى الاتجاه هيكون بكام؟ بصفر على طول من غير تعويض. نمرة 14 متجهين A و B القيمة العددية حاصل ضربهما القياسي بيساوي القيمة العددية حاصل ضربهما الاتجاهي. القيمة العددية هي نفسها القيمة العددية. فإذا كانت ال A بتساوي 4، عاوز القيمة العددية لل B هتساوي قد ايه؟ السؤال ده حلو جدا. أولا القيمة العددية للحاصل الضرب القياسي بتساوي القيمة العددية للحاصل الضرب الاتجاهي. قلنا دي في حالة واحدة بس، لما الثيتا بتساوي كام؟ 45. الكلام ده قلناه في الشرح. تمام. خلاص كده. خلاص. بيقول لي القيمة العددية لحاصل الضرب القياسي والاتجاه. الأسهل ليا إن أنا آخد إيه؟ آخد القياسي. ليه؟ علشان طبعا اللي هي وحدة الاتجاه. فبالتالي يبقى ال A دوت ال B عبارة عن ال AB كوزين 45. تمام كده. ماشي. انا عارفة قيمة ال A اللي هي 4، والقيمة دي عبارة عن 18، وهنا كوزين 45 والكلام ده مضروب في ال B. طيب انا عايزة اجيب ال B، يبقى هنسيب ال B زي ما هي وناخد المعامل بتاعها وهناخده كده هلابيل ونقسم ال 18 عليه. فبالتالي ال B هتطلع لي ب 6 و36 من كام؟ من 100.